مرحلة المراهقة كمان من المراحل الصعبة جدا اللي الأهالي برضو بيعانوا فيها، وللأسف منتشر مؤخرا ما بين المراهقين نوع كده أنا مش عارفة أسميه، يعني نقدر نقول بالبلدي كده أنا مش عارفة ده ولد ولا بنت. ممكن تبقى ملامحها أنثوية جدا وصوتها أنثوي، بس في نفس الوقت حلقة شعرها خالص ومثلا لابسة لبس رجالي أو العكس طبعا. هل ده بيعتبر اضطراب هوية جنسية، وهل ده أصلا مرض نفسي عضوي؟ إيه اللي بيحصل بالظبط؟ هو سؤال كبير شويه، فخلينا كده نفصصه بالراحه مع بعض. ماشي. التغيير في الشكل واللبس والشعر ده ممكن يكون طبيعي. يعني مثلا لو انا ساكن في قريه غير لو انا ساكن في مدينه، غير لو انا ساكن في مكان راقي، غير لو انا ساكن مثلا في مكان سياحي. طبعا فده بيختلف في الشكل. دي نقطه. الجيل ده لبسه غير الجيل اللي فات طبعا، غير من 20 سنه فاتوا، غير من 30 40 سنه. ده حقيقي، بس انا بقصد نقطه معينه ودي منتشره على السوشيال ميديا لو حضرتك متابع. يعني بنلاقي شباب كده في سن صغير بيعملوا فيديوهات، وحقيقي فعلا احنا مش بنبقى عارفين ده ولد او بنت. تمام، انا جاي حتى ممكن يبقى لاعب في الصوت. احنا عشان بس عندنا ازمه اللي هي الاوفر بروجنوزس، ان احنا بنشخص زياده. فحابين يعني ايه نفصص الموضوع بحيث مش كل حد يسمعنا كل اب بص بقى انت حالق شعرك فانت كده عندك مشكله جنسيه. فانا بقول لحضرتك الاول في عندنا جزء طبيعي، جزء نورمال ليه علاقه بالمجتمع، في جزء تاني ليه علاقه بالتقليد. وده بنشوفه مثلا في برامج رمضان، بتلاقي بعض الناس اللي بتعمل برامج بيحلق شعره بشكل معين، بيصبغ شعره بشكل معين، نيجي بعدها الحلاقين هم عارفين الحلقه بالظبط بيقلدوا الفنانين والنجوم. فدي جزئيه. الجزئيه الثانيه ليها علاقه بقله الثقه بالنفس. بتلاقي مثلا انا مش واثق في نفسي، زميلي جه النهارده عامل الحلقه الفلانيه، او انا شفت حد على التيك توك او على اليوتيوب او اي حاجه فانا عايز اقلده، وعشان انا مش واثق في نفسي، مش واثق في ذاتي. فطبعا ده بيقلده. في جزء بقى ثالث وهو له علاقه بالاضطرابات النفسيه. ممكن يبقى زي اضطراب الهويه الجنسيه، وده احد الاضطرابات اللي ممكن فيها يلبس حاجه على غير الشكل الظاهري. اضطراب الهويه الجنسيه هو اضطراب اساسا يعني بيظهر بوادره من الطفوله المبكره قوي، يعني من عند سنتين. وكمان هو مش اختيار، يعني مش حد كان لا انا مش عاجبني ان انا ابقى ولد فانا هبقى بنت. لا الولاد هم بياخدوا حقوق كتير، فالبنت تقول انا هلبس زيهم. دول عندهم مشكله تانية، عندهم مشكله برضو في الثقه بالنفس وكده. لكن اضطراب الهويه الجنسيه هو كولد، شكله ولد وجسمه ولد واعضاؤه التناسليه ولد، لكن هو احساسه بذاته انه مش ولد، انه انثى. بنسميه الاورينتيشن بالانجلش. يعني البنت كذلك، هي جسمها وملامحها وشكلها، لكن الاعتقاد الداخلي ان هي راجل. فبالتالي ده بيعاني جدا جدا جدا، ومن بدري قوي عقبال ما يقدر يقول ونقدر نشوف له طريقه للعلاج. طب انا كأب او ام لو عاوز الحق ان انا اشوف العلامات اللي زي دي، ازاي اعرف يعني من شويه علامات كده ان ابني عنده اضطراب هويه جنسيه؟ في الاول برضه لازم نكون قريبين قوي، اصدقاء، يعني ان انا صاحب ولادي. بالظبط، ان دي حاجه صعبه ان انا اقولها، انا شكلي راجل وملامحي راجل. مفيش تصرفات معينه بيعملوها، افكار معينه بتظهر عليهم، ميول معينه؟ هو احنا نقول الاول زي ما بقول لك كده، يعني احنا من الاول انا عايزه يلقط الاب، فانت مش هتقدر تلقط الا لو كنت قريب، لان بيجوا لنا دول العياده مثلا بيقعدوا سنين يصرفوا من جيوبهم على العيادات عشان يتعالجوا، ولا اب ولا ام بيعرفوا. ده حقيقي، عشان هو بعيد وهو عامل له رهبه وهو مخوفه. ومجرد طبعا ممكن يظهر زي ما انت قلتي تغير في الشكل، هو حاسس ان هو ولد او هي حاسه انها ولد، فتبدا تقصر شعرها، تبدا تلبس بنطلونات، تلبس فستات، حاجات زي الولاد بالظبط. تبدا تحاول تجمد صوتها شويه، تبدا كمان مش على قد ده، على قد انها تعمل النشاطات بتاع الولاد اللي بيعملوه الولاد. تسهر بالليل بقى، ممكن تدخن، ممكن او ممكن لا، الولاد منهم بيدخنوا ومنهم ما بيدخنوش، لكن طريقه اللعب نفسها عايزه تركب حاجات زي اللي فيها فتنس، فيها حركه، فيها عنف يعني عايزه زياده، تبقى ذكر اكتر من كونها بالظبط كده. فده بيبان. عشان كده بقول لك لو الاب بعيد والام بعيده مش تلقط، مش هياخدوا بالهم، هيعاقب غير بعد الولد كتير يمكن. بالظبط، هيعاقبه وخلاص، هيعاقبه علشان ايه؟ ده عيب، ده ما يصحش، مش عارف مين هيتكلم عليا. لكن هو في الحقيقه ده بيكون محتاج انك تبقى قريب وتبدا تحتوي. اكيد تبدا تحتوي ابنك او تحتوي بنتك وتتكلم معاها، أكيد وتطلع اللي جواها. طيب انت مش عارف بقى تتعامل. ايوه، نتعامل ازاي بقى مع اضطراب الهويه الجنسيه؟ اول حاجه التقبل،
لان احنا بنلاقي مجرد ما الابن يتكلم ثوره عارمه اكيد، فلازم تتقبله ثم تحتويه. طبعا انت ابني، انا بحبك، انا معاك في اي حاجه. والنقطه الثالثه، طب تعال نشوف متخصص، نشوف طبيب نفسي وبعدين نشوف هيساعدنا ازاي. احيانا بيلجأوا ان هم يهربوا من مصر على فكره، يعني في منهم ناس دلوقتي بتروح يمكن ايران عشان تعيش احسن او بعيد عن المجتمع ممكن يعملوا. في دول كتير بيروحوها طبعا، لكن هي الفكره في ان دول بيبقى ليهم لجان، عشان برضو دي معلومه للمشاهدين يكونوا فاهمينها. بيبقى في لجنه ثلاثيه في نقابه الاطباء، ومشكله من اطباء نفسيين واطباء نساء واطباء تناسليه وجراحه كمان، ومعاهم ناس من الازهر وممكن ناس من الكنيسه لو مسيحي. دول بيحددوا، في ناس بتتحول انه ده يستحق او لازم انه يتحول او يفضل على بالظبط. عشان نفرق بين ايه، لان في بعض الناس لما تتعرض لبعض الضغوط يقول لك ايه، انا مش عايز اكمل، الولاد واخدين الولاد واخدين حقهم. أيوه. لازم ابقى ولد. لا، مش دي خالص. دول مش دول خالص، دول المشاكل. دي ناس مريضه فعلا وبتعاني. بالظبط. والتانيين برضو بيعانوا، بس بيعانوا من قله الثقه، بيعانوا من مشاكل اكتئابيه، مشاكل محلوله، مش لازم عمليه تحول. اكيد بالظبط.